السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. حسب موقع أخبارنا دوت كوم أو موقع الموثوق، هذه النهاية المأساوية لليوتيوبرز المشهور يوسف الزروالي. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله الإخوان غادي نتعرفوا على القصة كاملة ديال اعتقال يوسف الزروالي. وشكون هو يوسف الزروالي بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش شكون هو يوسف الزروالي؟ أول حاجة يعني يوسف الزروالي هو يوتيوبرز وناشط فيسبوكي كيخدم وكيصايب خوتي المعاونات في سبيل الله لإخوانه المغاربة. تم اعتقال ديالو خوتي في ظروف غامضة. السبب الرئيسي أنه اتهموه بالنصب والاحتيال ويعني وخيانة الأمانة. عنده بزاف ديال المشاكل. حنا في هذا الفيديو الإخوان غادي نتعرفوا عليه أيضا شكون هو يوسف الزروالي، وغادي نتعرفوا أيضا إخواني في الله على شنو حكموا عليه، حيت تقريبا المدة ديال الجلسات اللي وصلات أكثر من يعني حوالي 60 أو لا 50 جلسة ولا أكثر، لأن يوسف الزروالي إخواني في الله تم الاعتقال ديالو من ديك الساعة هو تعتقل، وهو حاليا حتى لهاد الساعة مازال رهن الاعتقال ومازال الإخوان ما كاينش شي حاجة جديدة عليه. إذن إخواني في الله، من بعد ما يوسف الزروالي تعتقل بزاف ديال الناس خرجوا كيديروا فيديوهات عليه، كيهضروا عليه، كيفرقعوا الرمانات عليه، ولكن حسب مصدر موثوق اللي هو اخبارنا دوت كوم غادي نقرا عليكم اخوتي قصة كاملة لاعتقال الناشط الفيسبوكي يوسف الزروالي. أفاد مصدر أمني مأذون أن مصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس أحالت على النيابة العامة المختصة زوال أول أمس الخميس 11 يونيو الجاري 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال الصفة ينظمها القانون والتشهير والتحقير مقرر قضائي والسب والشتم وبث صور أشخاص دون موافقتهم. وكانت مصالح الأمن بمدينة مكناس قد توصلت بالعديد من الشكايات في مواجهة المشتبه فيه الرئيسي يوسف الزروالي الذي يقدم نفسه فاعلا جمعويا بأوروبا، والتي يتهمه فيها ضحايا باستغلال وضعيتهم الاجتماعية الهشة بدعوى جمع تبرعات المالية وحيين باسمهم قبل أن يعمد إلى استحواذ عليها وتسليمهم عائدات مالية بسيطة منها عائدات مالية بسيطة منها فقط، وذلك بمشاركة وعلم والدته التي تم تقديمها هي الأخرى أمام العدالة. وقد شمل البحث التمهيدي في هذه النازلة شخصين آخرين، وذلك اشتباه في تورطهم في نشر محتويات رقمية تتضمن عبارات السب والشتم والتشهير في مواجهة المتورط الرئيسي ووالدته. وقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمكناس إحالة المشتبه فيهم على القاضي التحقيق بنفس الهيئة القضائية، ملتمسة فتح تحقيق إعدادي في مواجهتهم، والذي يقرر إذاعة 3 من مشتبه فيهم منهم يوسف الزروالي بالسجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما يخضع والدته المشتبه فيه رئيسي تدبير المراقبة القضائية. تقريبا هاد النص تكتب الإخوان نهار 12 في شهر 6 2020. هو يوسف الزروالي تم الاعتقال ديالو نهار 12 6 2020. إذن إخواني في الله، حسب المصدر عندنا الموثوق كانت تقريبا اليوم هي واحد من أقوى يعني المحاكمات اللي عدوز في جلسات ديال يوسف الزروالي، حيث تم الحكم بالتالي نهار 15 في الشهر الجاي، يعني هذا الشهر هذا شهر 12 غادي تكون النطق بالحكم على يوسف الزروالي. إذن إخواني في الله، أي واحد شاف هذا الفيديو بارطاجيه، كلنا يوسف الزروالي، الله يطلق سراحه والله يجعل ربي هو يفرح المهمة ديالو إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن نتلاقاو نهار 15 في شهر 2 2020 باش نعرفوا بشحال حكموا على يوسف الزروالي، حيت غادي تكون آخر جلسة في هذا الملف هذا،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.